السلام عليكم، مساكم الله بالخير. تحياتي لكم في حلقة جديدة من نشر الوعي وقوة التأثير. هذه المرة نأتيكم من الدوحة من قطر في زيارة لعمل خلال الأيام القادمة. أولا أنا أشكركم على متابعتكم وعلى طرحكم وعلى أسئلتكم عن الغياب. طبعا الغياب كان لأسباب مرضية. بعد عودتنا من العمرة تعرضنا يعني وعكة صحية. الحمد لله أنا خرجنا منها بسلام. وكان عندي موعد مسبق منذ شهرين لإعطاء دورة في الدوحة، وأنا الآن أكلمكم من الدوحة. طبعا حدثت الكثير من التطورات خلال الأيام الماضية، أبرزها طبعا تصعيد ترامب مجددا في الداخل، قتل مواطن أمريكي بحجة حماية الأمريكيين على يد رجال الأمن الفيدراليين وأمن الحدود والهجرة في مينيسوتا. مرة ثانية في 3 أسابيع، أقل من 3 أسابيع، قتلت قوات الأمن الأمريكية تحت ذريعة حماية الأمريكيين من worst of the worst، من أسوأ الأسوأ من المهاجرين غير الشرعيين، شخصين أمريكيين، مواطنين أمريكيين، بحجة حمايتهم. يعني هذه أول مرة بالتاريخ تصير أنك أنت تريد أن تحمي شعبك فتقوم بقتله. والمفارقة أيضا بأن ترامب يحشد الآن قوات بشكل متسارع تقترب حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية USS إبراهام لينكولن تقترب من الخليج العربي، لتكون على مسافة من، إذا صدرت الأوامر بتوجيه ضربات لإيران، أن تكون في موقع يمكنها من القيام بذلك، بالإضافة إلى 3 مدمرات، بالإضافة إلى حشد عسكري كبير جدا بتحريض من نتنياهو لاستهداف إيران. وطبعا هذا سيشعل المنطقة ويجعل المنطقة على حافة الهاوية. ففي الداخل الأمريكي طبعا أيضا خلال هذه الأيام الماضية، منذ أن كانت آخر حلقة، صادف مرور الذكرى الأولى لرئاسة ترامب الثانية والأخيرة في 20 من هذا الشهر. مر عام على رئاسة ترامب، عام عاصف، عام فوضوي، عام أقل ما يقال عنه بأنه عام فيه الكثير من التخبط اللامتوقع لرئيس يرى بأنه أهم رئيس، أعظم رئيس، أنجح رئيس، رئيس أنهى 8 حروب كما يكرر. طبعا لم ينهي أي منها، ولكن هذا هو يونس نفسه، وهو يريد أن يقنع قاعدته الانتخابية وجماعة ماغا وحزبه بأنه هو الرئيس المخلص، وهو الرئيس الأنجح والأكثر تفاهما لمصالح أمريكا العليا. ولكن الواقع بأن ترامب ساهم بانقسام أكثر لأمريكا، باستقطاب داخلي أكثر، ألغى مفهوم الحوكمة، كرس عامه الأول للانتقام ممن حاكمه وممن وجه له 34 تهمة جنائية على تجاوزاته القانونية والأخلاقية والتدخل بالانتخابات والتحريض على اقتحام الكونغرس، وحتى اتهامات من امرأة بأنه تحرش بها ودفعت 80، أو المحكمة طلبت أن يدفع 80 مليون دولار تعويضا لها. أيضا استخدم FBI ووزارة العدل لتنتقم من خصومه، وآخرهم طبعا وجهت اتهامات وزارة العدل لحاكم مصرف المركزي الأمريكي أو US فيد جيريمي باول، وهذه طبعا أول مرة تصير. وكذلك مدير FBI السابق جيمس كومي، وقيادات أخرى في الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس بايدن. واضح جدا أنه مثل ما قال ترامب قاعد ينفذ أجندته، وهو الريتريبيوشن، الانتقام، وقتل المواطنين الأمريكيين وتعنيفهم واعتقالهم وحتى احتجازهم بشكل متعسف.
ولكن في الشأن الخارجي طبعا كان في هوس كبير لترامب بأنه يريد أو يرى نفسه بأنه الشخص الأكثر استحقاقا للفوز بجائزة نوبل. وانتقد أيضا إدارة أو لجنة جائزة نوبل للسلام، وأرسل رسالة يعني غير منطقية أبدا لرئيس وزراء النرويج، يقول له فيها بأن نعلم بأنكم أنتم المسؤولين وأنتم اللي عندكم القرار بالنسبة لمن يمنح جائزة نوبل، برغم تكرار رئيس الوزراء كما ذكر في تغريدة بأني دائما يعني أبلغ ترامب وأؤكد له أن حكومة النرويج ما لها أي علاقة أو أي صلة بلجنة نوبل للسلام، هي لجنة مستقلة غير خاضعة للحكومة وتتخذ قراراتها بشكل فردي أو بشكل مستقل عن الحكومة النرويجية. ولكن يبدو بأن ترامب غير مقتنع، ولذلك أخبره ترامب بأنه لم يعد يكترث للسلام، لأنه من المعيب أنه لم يمنح جائزة نوبل للسلام، برغم أن زارته ماريا ماتشادو زعيمة المعارضة الفنزويلية والتي تزلفت له وأعطته جائزتها التي فازت فيها في أكتوبر الماضي للسلام، وقبلها هو مسرورا. ولكن لجنة نوبل للسلام أعلنت بأنه لا يمكن تجيير أو إعطاء الجائزة لأي طرف أو جهة أو شخص آخر، فقط هي مخصصة لمن فاز بها. يعني ترامب سوري مالك جائزة نوبل. طبعا فنزويلا أيضا كانت في مرمى نيران ترامب. الآن تصعيد خطير مع كندا، اتهامات لكندا. عاد يصف حاكم رئيس وزراء كندا بحاكم كندا الذي بأنه ذهب إلى الصين وسوى صفقة مع الصين، فهو طبعا هذا أدى إلى غضب عارم عند ترامب، ورد عليه بتغريدة يعني فيها الكثير من التجني والإهانة الشخصية لمارك كارني اللي هو رئيس وزراء كندا، اللي ألقى خطاب يمكن هو أفضل خطاب ألقي من زعيم أو قائد مسؤول كبير أوروبي في الغرب غربي، وكان بالفعل خطاب مهم وقوي وصريح وواقعي، والوحيد الذي صفقوا له. ذهب طبعا ترامب إلى دافوس وألقى خطاب فيه شتيمة وتهديد وتحقير للأوروبيين، وهؤلاء حلفائه اللي هددهم بدلا من أن يساندهم بدأ وكأنه يحاضر عليهم وكأنه يلقي خطاب في حملة انتخابية، مهرجان خطابه وليس أمام العالم. طبعا تراجع ترامب، كان يريد أن يحشد وكان يهدد سنأخذ جرينلاند اللي هي تتبع حكومة مملكة أو تتبع مملكة الدنمارك منذ مئات السنين. فيبدو بأن ترامب فهم من الاضطرابات في السوق البورصة الأمريكية وانهيار سوق الأسهم والسندات والهاي تك والأس أند بي 500 والداو جونز، خسر أكثر من 1.4 تريليون دولار في يوم واحد. فهم الرسالة بأن تصعيده ضد أوروبا وضد الدنمارك وضد حلفاء الاتحاد الأوروبي له يعني كلفة هائلة جدا، فبدأ يتراجع تكتيكيا ويقول أننا لن نستحوذ على جرينلاند بالقوة العسكرية، بعدما كان يهدد ويتوعد ويؤكد أن سنحصل على جرينلاند لمصلحة الأمن الوطني الأمريكي، إما ب the easy way or the hard way، يعني إما بالمفاوضات والصفقة أو شراء جرينلاند. شراء يعني هو قاعد يشتري قطعة أرض، مو أكبر جزيرة في العالم مساحتها فوق 2 مليون كيلومتر مربع، أو بالقوة. ثم أتى إلى دافوس وطمأن بعد انهيار البورصة وخسارة 1.4 تريليون دولار بأننا لن نستحوذ على جرينلاند أو نأخذها بالقوة العسكرية. وما كاد أن يجف حبر ذلك التهديد، حتى هاجم وأهان بشكل كبير الجنود البريطانيين اللي شاركوا مع الولايات المتحدة الأمريكية في أبان رئاسة الرئيس بوش الابن، ومع توني بلير المتزلف للولايات المتحدة الأمريكية ومجرم الحرب الآخر.
في الحرب على طالبان في أفغانستان في 2001. فقال يعني كلام بالفعل معيب ومهين للبريطانيين وللحلفاء اللي شاركوا مع الولايات المتحدة الأمريكية في غزوهم وحربهم ضد طالبان، بأن القوات الأمريكية هي التي قاتلت، أما حلفائنا خاصة البريطانيين فبقوا في الصفوف الخلفية. طبعا يعني هذا الكلام أول شيء غير واقعي، هذا الكلام معيب، هذا الكلام يستخف بضحايا 497 جندي بريطاني قتلوا في الحروب، هي ثاني أكبر عدد من القوات البريطانية التي تفقد جنودها بهذه الأعداد الكبيرة، وهذه إهانة أيضا للجنود البريطانيين وكذلك إهانة لأهاليهم. وهذا أدى إلى غضب عارم من رئيس الوزراء حليف ترامب كير ستارمر، الذي اتهم ترامب بأنه تصريحه مشين وغير مقبول ويؤذي ويهين الضحايا الجنود البريطانيين اللي قتلوا وأيضا أسرهم وأهاليهم، وهذا يجب أن لا يقال. وكذلك طبعا الأمير هيري انتقد، لأن الأمير هيري كان أيضا يعني هو عنده قدرة قتال أو شارك في القدرات القتالية كقائد لطائرة هليكوبتر، أيضا انتقد تصريحات ترامب بشكل علني وواضح، وكذلك المعارضة وكذلك مسؤولين بريطانيين لأول مرة يشنون هجوم ساحق على ترامب ويتهمونه بأنه يعني أهانة وتصريحاته غير مقبولة ومشينة وتستخف أو تقلل من دور بريطانيا اللي ساهمت مع أمريكا في حرب قذرة على أفغانستان. ومع ذلك خسروا الحرب بعد 20 سنة، وانسحبت أمريكا من أطول حرب تخوضها في تاريخها تجر أذيال الخيبة، ولولا دعم قطر لإجلاء 70,000 مع دول خليجية أخرى من المواطنين أمريكيين وأفغان ومواطنين أوروبيين وغيرهم لكانت فضيحة مزلزلة لبايدن الذي سحب قواته بشكل مرتبك ومهين بعد 20 سنة من أطول حرب تخوضها أمريكا في تاريخها القتالي وتخسرها في نفس الوقت، وتعود طالبان إلى الحكم أفغانستان أقوى مما كانت عليه عندما بدأ بوش الابن حربه على أفغانستان واحتلها في شهر 10 2001. يعني شوفوا ترامب شلون متقلب. بعد يومين بعدما أدى تصريحه إلى ثورة وغضب عارم وانتقادات، حتى الصحافة البريطانية كالت له الانتقادات اللاذعة، تراجع ترامب كعادته، يعني يهايط بعدين ينزل، وقال إن الجنود البريطانيين ضحوا وبذلوا جهودا كبيرة وهم الضحايا الأكثر تقديرا. شو اللي صار يعني خلال اليومين هذه؟ أدرك أنه يعني ارتكب خطأ قاتل ويريد أن يعني رجع إلى الترقيع، يبي يرجع الآن ويغطي على تصريحه المؤذي والمعيب، فبدأ يمدح ويشيد بالبريطانيين وبتضحياتهم ومشاركتهم. فهذا رجل يعني نرجسي، نارسيسست، يعني في عنده نزعة للفوقية، ثم يكتشف بأنه يصعد ثم يتراجع بعدما يكتشف فداحة ما قام به. لكن يعني النقطة الأساسية يعني فيما نرى في العام ترامب الأول الذي يعني يمكن أن نصفه بأنه يمكن أكثر أعوام رؤساء أمريكا في سنتهم الأولى هو رأي الشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي محبط، الشعب الأمريكي مستاء، الشعب الأمريكي بأغلبيته يرى بأن إدارة ترامب لم تعزز الأمن، لم تخفض الأسعار، لم تحقق ما وعده ترامب في حملته الانتخابية. سيخفض الأسعار، سيجعل المعيشة أكثر قدرة على أن تكون أكثر قبولا أو أقل إنفاقا. هذا ما يسمى الأفوردابيليتي اللي قاعد يستخدمها القيادات الديمقراطيين يعني
للإثبات للأمريكان ما قاله ترامب في حملته الانتخابية أنه من اليوم الأول سيخفض الأسعار وسيساعد المواطنين الأمريكيين ليعيشوا بشكل أفضل، فإذا بهم الآن يدفعون مرارة وتخبط ترامب برفع الرسوم الجمركية على جميع البضائع. فأنت كرب أسرة عندما تذهب إلى وول مارت أو تارجت أو كوستكو اللي هي من أكبر المحلات شراء الغذاء والتبضع يعني للخضروات والفاكهة واللحوم وغيره، أنت قاعد تدفع أكثر لأن ترامب فرض رسوم على البضائع الصينية والمكسيكية والكندية والأوروبية. فهي يعني رفع الرسوم كما يسمى في الاقتصاد هي ضريبة إضافية على ضريبة المبيعات يدفعها المستهلك وليس الشركة وليس الدولة. يعني الأمريكان مع ترامب في حركة ماجا يعتقد معظمهم بأن الرسوم تدفع من قبل الشركات الكندية والصينية والبريطانية والأوروبية والمكسيكية وغيره، ولكن هذا مو صحيح. فالمواطن الأمريكي بالإضافة إلى أنه أرسل قوات إلى المدن، بالإضافة إلى أن هناك قوات آيس قاعدة يعني تعنف الأمريكيين وتعتقلهم بشكل متعسف وتقتلهم، حتى قاعد يدفع المواطن الأمريكي أكثر، التضخم أكثر، الاستياء من ترامب أكثر، الاستياء من الجمهوريين أكثر. أمس كان تصريح خطير سرب من قبل تيد كروز اللي هو السناتور الجمهوري الذي سيرشح للانتخابات القادمة، ينتقد فيه بشدة، يعني يحاول أن يبعد نفسه عن ترامب وفانس نائبه، ويقول بأن ترامب وفانس سياستهم سيدفعون الحزب الجمهوري ليخسر أغلبيته في مجلس النواب في الانتخابات نوفمبر القادم، انتخابات مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ. فيقول يعني هو يحذر في تيد كروز بأن سياسات ترامب وموقفه مع نائبه سيقودنا إلى خسارة أغلبيتنا الضئيلة كحزب جمهوري في مجلس النواب وكذلك في مجلس الشيوخ. سيسيطر الحزب الديمقراطي على المجلسين وسيبدأون بعملية محاكمة وعزل ترامب منذ اليوم الأول لسيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ، ويحولون ترامب إلى بطة عرجاء وإلى رئيس غير قادر على أن ينفذ أجندته، وأن يبدأون التحقيق بكل القرارات والقوانين التي أصدرها ترامب ومررها له الجمهوريون الخانعون الذين يتحكم فيهم ترامب في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ومرروا جميع مرشحين خاصة وزيرة العدل الآن ووزيرة الأمن الداخلي ومدير الFBI ووزير الدفاع، هؤلاء كلهم سيتم الاقتصاص منهم لأنهم ينفذون أجندة ترامب على حساب أمن واستقرار وراحة وسلامة المواطنين الأمريكيين. أمريكا في وضع خطير، هناك كلام عن حرب أهلية، هناك كلام عن انقسام حاد، خاصة الحرارة 20 تحت الصفر. كانوا يتظاهر المتظاهرون في مينيسوتا وفي مينيابوليس عاصمة الولاية ويصفون ما تقوم به القوات الأمريكية الفيدرالية بأنه احتلال، بأنه غزو، بأنه إساءة للقيم الأمريكية وخرق للقانون وللدستور، ويطالبون برحيلهم. أمريكا في ورطة في الداخل، أمريكا حلفاء في الخارج ما عادوا يثقون بها، وهذا كله ترى حدث في عام ترامب الأول. 3 سنوات قادمة عجاف أكبر. ترامب لن يكون عنده قدرة على أن يتصرف كرئيس قمعي سلطوي، لأن الديمقراطيين قادمون وسيعرقلون أجندته ومشروعه ويحولونه إلى بطة عرجاء. شعبية ترامب الآن في الحضيض، أدنى شعبية لرئيس في سنته الأولى كانت 39% قبل أسبوعين، اليوم 37%. هذه أدنى شعبية لرئيس في عامه الأول. كل عام وأنتم بخير، نراكم في حلقة قادمة. سلام عليكم.